السلام عليكم حبايبي متابعين مطبخ قمر السيد. معانا النهارده مش النهارده بقى، دي كده تبقى جوع اخر الليل او السحور. ولادي بقى كده ملهمش نفس الاكل التقليدي اللي هو بقى ايه، جبنه وبيض ومش عارفه ايه والكلام ده. فقالوا لي يا ماما احنا عايزين حاجه كده ايه تمشي معانا، عايزين ناكل بيتزا. فانا قلت لهم لا، تعالوا بقى، لا عجين ولا وجع قلب ولا الكلام ده. جبت انا كده ايه رغيفين عيش، وجبت 5 بيضات. ممكن تبقى اقل من كده برضو، يعني انا بس بصيت الكميه اللي تشبعهم، واحنا ندوق من جنبهم يعني. مفيش مانع ان احنا ندوق قطعه. جبت 5 بيضات وجبت كده الاول كده الزبده سيحتها في الطاسه. حطيت رغيف عيش كده في القعده اكنها قعده بيتزا. حطيت كده ال5 بيضات بالشكل ده، وجيت حطيت كده بسطرمه كانت باقيه عندي. مش لاقي حاجه اشغلها بيها. وجيت كده حطيت شوية زيتون مقطع، وظبطت كده الفرشة بالشكل ده. إيه جيت كده جبت شوية فلفل ألوان ده كده أخضر بلدي، وعليه فلفل ألوان أحمر رومي، وحطيت كده شوية جبنة رومي بالشكل ده. الجبنة الرومي طبعا بتدي طعم جميل أوي 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 لأي حشو. إيه ظبطت كده الحشوة بالشكل ده، وجبت كده شوية فلفل أصفر برضو، حركات يعني. وهي برضو كده قيمتها الغذائية عالية. العيال برضو يعني ايه برضو صايمين طول النهار وكده يعني، فايه فبيبقوا فاقدين حاجات كتير، وهم مالهمش في السلطة قد كده. فدي فرصة يعني الواحد بقى يأكلهم الخضار كده ايه بالشكل ده او بالصورة دي. جبت كده شوية جبنة موتزاريلا وحطيتهم في النص برضه عشان ايه اكمل لهم الحركات. جيت بقى كده غطيتها كده بطبق كده على اساس اكتم البخار، عشان خاطر برضو البيض يستوي من جوه ويديني ارتفاع كويس. قلبته كده على الطبق كده بالشكل ده، إيه عشان اوصل السوا للنص التحتاني. سيحت كمان قطعة زبدة كده صغيرة، وجيت حطيتها كده وحطيت لهم شوية بيتزا من فوق، شوية جبنة موتزاريلا من فوق، عشان خاطر كده إيه افرحهم يعني. لكن بصراحة يعني هي الجبنة الموتزاريلا غالية. بس اعمل ايه بقى، انا بجيبها لحشوات الاكل الطبيخ. ف يلا بقى مش هزعلهم. شايفين القعده بتاعتها من تحت جميله، اكنها يعني بصوا لها ذهبي. يمكن شكلها من تحت احسن من شكلها من فوق. بس انا بقى على الساعه كام دلوقتي يعني، بنوضب سحور والوقت ضيق، فمش عايزين نضيع علينا السحور. فقلت كده يعني ايه مش هقعد بقى اقلب واودي واجيب، لكن كان ممكن اديها نفس الوش. شايفين الجبنه طالعه عامله ازاي سايحه من كل حته. والله العظيم تحفه، طعمها جميل جدا. انا وانا واقفه بقى بحط بوري كده يعني الكاميرا، يعني كده بوضح المطر الكاميرا. بقيت خلاص انا اللي كنت انا الصغيره مش هم. والله جميله تحفه تحفه. اي حاجه بقى تراضي العيال بقى. يعني بصراحه يعني طعمها والله جميله 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 جميله. هي بقى مش عايزه عيال بس، هي عايزه عيال وكبار وصغيرين وكل. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد.